ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية سرقة بالخطف استهدفت أحد المواطنين بأحد الأزقة بمدينة وجدة، وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرا مراقبة شخصا كان يسير بشكل عادي داخل الزقاق وهو يتصفح هاتفه المحمول قبل أن يفاجأ بشخص آخر يمتطي دراجة نارية يقترب منه بسرعة. وبحسب ما يظهر في الفيديو فقد قام الجانح بخطف الهاتف من يد الضحية في لحظة مباغتة، مستغلا انشغال المواطن باستعمال هاتفه أثناء السير. وفور تعرضه للسرقة حاول الضحية ملاحقة الجانح واسترجاع هاتفه، غير أن سرعة الدراجة النارية مكنت المشتبه فيه من الفرار من المكان لتفشل محاولة اللحاق به ويختفي عن الأنظار متجها نحو وجهة مجهولة. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة السرقات بالخطف التي تستهدف مستعملي الهواتف المحمولة في الشوارع والأزقة، خاصة عندما يكون الضحايا منشغلين بهواتفهم ولا ينتبهون لما يدور حولهم.